علاش المازوت عندنا ب 15 درهم وعند جيراننا ما فايتاش درهم؟ واش القضية فيها إن ولا كاين شي حاجة أخرى ما كنشوفوهاش؟ اليوم غنحللوا الموضوع بعقلانية بعيدا على العاطفة باش نفهموا اللعبة الاقتصادية فين واصلة. الواقع هو أننا في 2026 وباقي المغرب كيتأثر بكل هزة كطرة في العالم. الثمن في ستاسيونات اليوم هو نتيجة ديال سوق دولية شاعلة، والبرميل اللي فات 100 دولار خلى الميزانية ديالنا تحت الضغط. المشكل ماشي غير في الثمن، المشكل هو أننا كنجيبو كل شيء من برا. هادشي كيعيشو المغربي يوميا، وفي وقيته اللي البلاد غادا في مشاريع كبار ديال 2030. هاد التوقيت حساس حيت الطاقة هي الموتور ديال كاع هاد المشاريع، وأي تغيير في الثمن كيقدر يفراني الطموحات الاقتصادية ديالنا. باش نكونوا واضحين، كاينين جوج أسباب خلاو المغرب بوحدو في هاد الثمن. حنا مستهلكين ماشي منتجين. الدول اللي كتقارنوا معاهم عندهم البترول تحت رجليهم، وحنا كنشريوه بالعملة الصعبة. غياب الغافيناج، تكرير. من نهار سدات لاسامير ولينا كنشريو المازوت واجد ومصفي من اوروبا، يعني كنخلصوا ثمن البترول زائد الربح ديال المصافي الأوروب زائد مصاريف الشحن. هاد القيمه المضافه هي اللي ضايعه علينا. المغرب دابا مراهن على جوج ورقات. ورقه التخزين، مشروع الناظور غيخلينا نشريو كميات كبار من اللي هبط الثمن عالميا ونخزنوها باش نحميو السوق الداخليه من الصدمات. السياده الطاقيه، توجه للطاقه الشمسيه والريحيه ماشي زواق، بل هو ضروره باش نوليو ننتجو طاقتنا بيدينا ونقصوا التبعيه للدولار وللخارج. الفائده من هذا الشيء كامل هو ان فاتوره الطاقه هي اللي كتحكم في تنافسيه الشركات المغربيه وفي القدره الشرائيه. ملي كنفهموا باللي استقلالنا الطاقي هو اللي غيضمن لينا استقرار الاسعار مستقبلا، هنا كتولي الرؤيه واضحه للمستثمر وللمواطن العادي.